الناس كلها اللي جايه تستثمر بتستثمر بكل اللي معاها، ودي اسوأ طريقه تشتري بيها. طب النجاح تيجي ازاي؟ مستحيل. في فقاعة ولا مفيش فقاعة؟ ما تأجرش ايجار طويل، ما تقدرش ما توردهمش طبعا الشركه دي تروح في 60 داهيه. الغي لي العقد لو سمحت، اخصم ال 15% بتاعتك اللي هي 1.5 مليون واديني 3.5. انا دفعت 5 واخد 3.5، اقوم حاططهم في الشقه ام 5 مليون عندك انت برضو. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصمم ومصمم. أنا أحمد فكري، والنهاردة قررنا إن احنا ندخل في صناعة من أكتر الصناعات المؤثرة واللي احنا شايفينها وبنشوفها كل يوم حوالينا في الماركت وفي حياتنا العملية. الصناعة دي دايما لما تيجي تسأل أي حد عنده ثروات ضخمة بتقول له هو ايه سبب التضخم بتاع ثروتك، وازاي انت قدرت تحافظ على ثروتك او عملت ثروتك ازاي. فتلاقيه دايما من ضمن الحاجات اللي بيعملها هي الصناعة دي، واللي هي بتحافظ له على ثروته، بالعكس بل هي بتزود له دايما الثروة بتاعته وبتكبرها له. اكيد انتوا دلوقتي عرفتوا انا بتكلم عن صناعة العقارات او الريال ستيت. قررنا النهاردة ان احنا نعمل زوم ان اكتر على الصناعة دي، ونقدر نشوف خباياها وتفاصيلها وكل حاجة تتعلق بالصناعة بتاعة الريال استيت والعقارات عامة، سواء في دبي او في مصر. وطبعا عشان نقدر ان احنا نجيب كل التفاصيل الدقيقة بتاعة الموضوع، وبالبلدي كده تفاصيل الشغلانة، كان لازم ان احنا نستضيف حد اكسبرت وعنده خبرة عالية جدا في مجال العقارات. وطبعا زي ما انتم عارفين البوليسي بتاعت البرنامج ان هو مصمم وهو كمان مصمم، فلازم يبقى شخص ناجح ومصمم على النجاح. النهاردة ضفنا شخصية متواجدة بقوة على السوشيال ميديا، على اليوتيوب. سواء انت عايز تعرف اي حاجة ريليتد عن الماركت بتاع الريال استيت، بتتواصل معاه بطريقة مباشرة او بتجيب منه معلومات بطريقه غير مباشره. طريقه مباشره انك بتتواصل معاه وبتاخد منه الكونسلتيشن اللي انت عايزها، او ان انت جاست بتكتب على اليوتيوب المخبر العقاري وبيطلع لك على طول كل حاجه انت نفسك تعرفها عن المجال ده. ضفنا النهارده في مصمم ومصمم المخبر العقاري اشرف علام. ازيك يا باشا؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. النهارده احنا اول مره نتكلم عن الريال استيت عامه في البودكاست بتاع مصمم بره الهندسه ومصمم. يعني بره عن الهندسه، بس طبعا احنا لازم هندخل هندسه فيها طبعا. لان هم مرتبطين طبعا. اصلا ببعض، انت عارف يعني. طبعا. قبل بقى ما ندخل في اي تفاصيل، عايزين نعرف البدايه قبل الريال استيت ولحد ما احنا قاعدين النهارده مع بعض سريعا كده. والله يعني طبعا نحاول نبقى سريعا لانها طويله. بس انا قبل المجال، قبل العقارات على طول كنت بشتغل في مجال المزيكا. ايه المزيكا بقى؟ أوكي. يعني ان انا كنت اولا وانا صغير جدا كنت دي جي. والله كنت بلعب مزيكا. كنت أوكي. مشهور جدا في مصر، اشهر دي جي في مصر يعني. في الثمانينات والتسعينات. واو ما شاء الله. فسبت الشغلانه دي وبعدين اتجهت كملت بقى المجال ده، ان انا فتحت شركه اورد للفنادق الاجهزه، الصوت والاضاءه والحاجات دي المرتبطه برضو بالشغلانه بتاعتي يعني. لغايه فضلت فيها، كان الكلام ده من سنه تقريبا 94 ابتديت الشغل الشركه لغايه 2006 تقريبا. اوكي. 2006 كنت باجي دبي بقى لي 5 سنين او 6 سنين. انا جيت دبي اول مره 99. كانش لسه دبي زي ما انت شايفها طبعا خالص يعني. بس حبيت دبي وقعت في حبها من اول زياره. مع الوقت طبعا زياراتي كتير، كل 3-4 مرات في السنه، وابتديت اشوف طبعا التطور اللي بيحصل في العقارات. جالي كده هاجس كده يعني فجاه ان انا اسيب مصر واشتغل في العقارات. يعني ابتديت اتضايق من شغل الفنادق لان في خمور ومش عارف ايه وبتاع الحاجات دي. ابتديت احس ان انا مش مبسوط بالشغل ده في الفنادق. والمزيكا بقى انت كنت وقفتها من زمان؟ لا، مزيكا كنت وقفتها من 92 كده ولا حاجه 93. وبعدين الموضوع جت دبي دي فكره في دماغي، فسبتها بقى علشان القصه دي. وجا في دماغي اسمه ايه ده، موضوع ان انا اجي اشتغل في العقارات. كانت العقارات بومينج طبعا. الكلام ده في 2006 كان عزها يعني، كانت طالعه بقى جامد جدا. فجيت وابتديت اشتغل وابتديتها من الصفر يعني. ابتديت انزل الشارع بالعربيه الف واخد تليفونات على
فيلل وبتاعه الملاك اللي بيأجر او بيبيع. اوكي. انا كنت متخصص فيلل، كنت حابب اتخصص فيلل من بدايتي يعني، وفعلا فضلت متخصص فيها. وكملت بقى من ساعتها يعني اخر 2006 بقى لي تقريبا النهارده يمكن 18 19 سنه في المجال. ما شاء الله. طيب يعني انا عايز الجزء بتاع الفيلل البدايه دي يعني ازاي كنت بتدخل تعمل ايه؟ كانت حاجات بصراحه مضحكه يعني. هو بص، في الاول خالص اول ما ابتديت انا مش عارف ابتدي ازاي اساسا. انا رحت وكنت ربنا كرمني يعني وساعدني جدا فعلا. ان انا كان ليا واحد صاحبي جه قبليه بكام شهر وكان مستقر وعنده شقه فيها شقه غرفتين وعنده عربيتين، مش عربيه واحده. كان شغال برضه في شغال لا كان شغال في حاجه تانية. في كانون، شغال في شركه في حاجه تانية، مجال تاني. اوكي. والمهم فعنده عربيه تانية اكسترا انا باخدها استخدمها الصبح وقت ما عاوز يعني، وقاعد عنده. فساعدني جدا بصراحه. كنت محظوظ بقى جدا. خالص يعني. فبقيت اخد العربيه انزل الف اقرا من على الانترنت كده واشوف. كان لسه برضو ما فيش برضو حاجات معلومات كافيه كتير. فدخلت منطقه يعني، لقيت منطقه اسمها ليكس ولا زالت موجوده، البحيرات بتاعت اعمار. فدي كانت اول منطقه دخلتها في حياتي فيلات، ولا حتى قبل كده كنت دخلت يعني، فاهم يعني. دخلت في امريكا مره كده في زياره، لكن اول مره اشوف في دوله عربيه كوميونتي بالشكل ده. انبهرت انبهار، ما بقتش مصدق ان دي حاجه موجوده في بلد عربي وكله اجانب، ولا زي لغايه النهارده من افضل الكوميونيتيز الموجوده في دبي بصراحه يعني. فدخلت لقيت شويه يوفط كده ومكتوب في الرنت بتاع. فخدت الارقام بكلم لقيتهم شركات، افتكرتهم ملاك. فقال لي لا ده احنا شركه. قلت له لا طب انتوا بتشتغلوا مع حد مع ايجنت مثلا لو انا عايز؟ قال لي نتقاسم العموله مفيش مشكله، هات زباين بس مالكش دعوه. اوكي حلو قوي. طبعا. فابتديت بقى انا شاطر في ايه، شاطر في السوشيال ميديا. كنت ساعتها في بدايتها، بس انا شاطر فيها طول عمري يعني من بدايتها يعني. ابتديتها بدري. فانا كنت بادي اصلا وانا في مصر. كنت ابتديت احط اعلانات على دوبيزل كان لسه بيقول يا هادي، كان لسه بقى في البدايه، ما كانش كده خالص. كان مجاني طبعا. فابتديت احط اعلانات على دوبيزل واحط رقم، احط ايميل، ما احطش رقم تليفون، ما عنديش رقم تليفون في دبي. بحط ايميل واعمل ان انا عايش في دبي، انا مش عايش في دبي، واجيب فيلا من مكان تاني، اعلان من مكان تاني، اخده كوبي واحطه واحط صور وكل حاجه وكانها بتاعتي. اشوف، انا كنت عايز اشوف بس هل في مردود. فلقيت ناس بتبعت لي على الايميل اجانب ومن دبي ومن امريكا ومن انجلترا. فقلت لا الله، ده الموضوع ماشي يعني، الموضوع حلو. انا لسه في مصر صح. ومفيش تليفون بيبعتوا لي على الايميل. قلت لا اروح بقى. فرحت بقى اما الشركه دي قالت لي كده، قمت ابتديت اعمل بقى اعلانات واحط تليفوني ويجي لي تليفونات، وابتديت افرج الناس واشتغل واقسم العمولات فعلا مع الشركات دي. وابتدى الموضوع مشي كويس جدا. كانت الانطلاقه مع انه كانش عندي لسه اقامه حتى. كنت باجي كل شهرين كده فيزا شهرين وارجع اسبوع مصر وشهرين تاني وارجع اسبوع. لا بس طبعا بس مشيت معايا كويس جدا. والايجار يعني كنتش بشتغل في بيع خالص. الايجار كان سريع وسهل وكان مرتفع جدا. الايجارات كانت عاليه جدا يعني، كانت اعلى من دلوقتي. كانت اولموست زي دلوقتي. ما ده برضو ايه من الحاجات اللي هنتكلم فيها، لان السعر ده كان سعر الفقاعه. يعني السعر اللي حصل وانا موجود، الفقاعه حصلت في 2008. فالسعر ابتدى يرتفع، بس لسه احنا ما وصلناش للسعر بتاع البوم، بس عمالين نطلع. فالواحد أيوة برضه ايه لكن طبعا هنتكلم في القصه دي برضه دلوقتي اكيد عن موضوع الفقاعه ده. لكن يعني ساعتها كانت الاسعار خرافيه يعني. كانت الواحد بيشتري حاجه، كان في ناس شاريه فيلا من اعمار، فيلا ب 400,000 في 2003. في 2007 كانت بتتباع ب 4 مليون. واو، 10 اضعاف في 4 سنين، تخيل. والله العظيم. واو. من 2007 وفضلت كده لغايه 2008 في الاسعار كده، بعد كده نزلت بقى. فانا شفت بقى كل حاجه، حضرت كل حاجه. فتعلمتها ندخل بقى دلوقتي يعني. في التفاصيل. طيب خليني اسالك اول سؤال. ايه الفرق ما بين انا كمستثمر النهارده لما اجي اقرر ان انا اعمل بيلدينج في البيع بقى وفي الريسيل وفي الرنت وفي كل الكلام ده، ان انا اعمل بيلدينج او مبنى كوميرشال، ولا اعمله بديزاين ويبقى فيه سيجنتشر وتحس ان هو ديزاين كوميرشال؟ يعني قصدي كوميرشال ان يعني هو كده حاجات مش مبنى اقتصادي يعني. احنا خلاص عارفين الستبس بتاعته، فهيطلع وهيتباع، فانا عارف هحط فيه قد كده وهاخد منه قد كده وخلاص. ولا اتجه لان انا اعمل حاجه فخمه ويل ديزايند، معمول مظبوط، كل حاجه فيه مدروسه، فهينفست اكتر في الماتيريالز وفي الخامات وفي الديزاينر وفي الحاجات دي كلها. ايه رايك؟ كمطور
طبعا الاتجاه والكونسبت ده موجود، ابتدى من بعد الكورونا يظهر قوي. البراند ده اللي هي ابتدت تظهر طبعا براندات كتير، يعني كل ماركات الساعات والعربيات كلها بقى طلعت ابراج باسمها يعني. صحيح. وده اتجاه ابتدى يظهر جامد جدا الفتره اللي فاتت. بس ده لازم تكون مطور قديم شويه عشان تعرف تعمل حاجه زي دي. لكن انا مطور اول مره جاي دبي وهبتدي ابني وعايز اعمل حاجه زي كده، لا، ما حدش هيشتري منك. لان انت لا تمثل قيمه. يعني انت اشتري عندك، ما انت مين؟ انا بشتري الاسم بتاعك قبل برضو ما بشتري البراند نفسه. يعني انت بتعمل بنغاطي مثلا، يعمل مرسيدس، بيعمل بوجاتي، الحاجات دي. ما هو بنغاطي بقاله كتير في السوق، بس ما قدرش يبتدي يعمل الحاجات دي غير من سنه او سنتين. لما بقى عنده اسم رسخ نفسه كده وثبت رجليه الاول في السوق، بعدين ابتدى يعمل اعمار كذلك، دماغ كذلك. في البدايه ما يقدرش يعمل الحاجات دي، لازم يأسس لنفسه. فلو مطور جديد، لا، ما حدش هيشتري منه. فالافضل يعني يشتغل عادي. يعني انت شايف ان الهوجه بتاعت ان يجي يقول لك مثلا المشروع ده ديزايند باي فلان الفلاني، دي بقينا بنشوفها الفتره الاخيره دي كتير. واسماء جامده باسم براند، باسم براند وباسم ديزاينرز. باسم ديزاينر. طبعا ما في كتير. ايه رايك في الجزئيه دي؟ هل بتضيف فعلا؟ لو ان الديزاينر طبعا لا بيديزاين ولا بيعمل في نظري. لا والله. يعني ما هو ديزاين ايه؟ دي فيلات يعني. هو ديزاينر بتاع لبس مثلا، على سبيل المثال. في ديزاينر مشهور بتاع ملابس، وعمار واخده اسمه وخدت اسمه في حاجات، وفي اماكن تانية هو فاتح جزء هوم برضو، هو عامل جزء للانتيريور ديزاين. بس يعني هو ما بيصممش قصدي حاجه في الانتيريور. هو بيعمل تاون هاوسز. معظم شغله يعني، او اسمه متاخد على تاون هاوسز. فاهم؟ فهو ما فيش حاجه في التصميم يعني. ما بيسلمكش التاون هاوس بديزاين، هو بيسلمه لك بقى. هو انت بتشتري كده زي اي تاون هاوس. انت بتشتريهوش فيه فرش مثلا، لا بتشتريهوش. فهم بس بيحطوا اسمه. زي ما في مصر كده بياخدوا اسم عمرو دياب ويحطوه مثلا. هو عمرو دياب اسمه متاخد في اعمار. يعني هو مش بيبقى هو حاطط الديزاين فعلا. لا طبعا. انا اقول لك في اعتقادي يعني. انا ما عنديش معلومه، بس انا في اعتقادي ان هو ديزاين ايه ده راجل بتاع مش مهندس. ده ديزاينر، ده بتاع ملابس. فهيجي يعمل فلور بلان. ما هو برضو ما تتقلش يعني. هتقسم انت تعرف الفلور بلان برضو. خلي بالك الفلور بلان بتاع الفيلات كل بلد ليها الموضوع متغير. ما ينفعش الفلور بلان بتاع دبي يتحط مثلا في مصر. صحيح طبعا. انت لو شفت في فيلات هنا لو دخلتها تضحك، صدقش. انا فعلا كنت بدخل عملاء مصريين او عرب، صدقش، يقول لي دي فيلا. يقول لي دي اسمها فيلا؟ بتسموا دي فيلا؟ الفيلا 140 متر تاون هاوس يعني. 140 متر 1700 قدم بالبلكونه بالجراج بكل حاجه. تقريبا يمكن اقل من 140 متر، يمكن 130 متر. هم هنا بيعتمدوا على الكوميونتي اكتر. وغير كده الاجانب، هو عارف ان اللي بيجي هنا كتير وهيقعدوا في الحته دي حاجات دي اجانب اوروبيين، والاوروبيين بالنسبه لهم ده طبعا 120 130 متر يا سلام كفايه، 60 تحت و60 فوق. الاجانب بيبقوا صعب جدا يعني، بيخشوا الاماكن دي ما بيعلقوش. لكن العرب يقول لي ده انا اوضه السفره ما تخشش هنا. ايوه صح. والله العظيم صح. على السفره مستحيل. اكيد عارف على يدي. فديزاينر هنا ما يمكن يبقى يعرف يعمل هناك ولا هناك يعمل هنا. كل بلد ليها متطلباتها. وحاجه تانية مهمه، مصر مثلا بيسلموا نص تشطيب ومن غير تشطيب. هنا مستحيل. مستحيل. ده هنا في كود، لازم الدواليب صح. ولازم المطابخ ولازم صح. تعرف طبعا. فطبعا كل بلد ده مختلفه. ما ينفعش بقى ايه. حتى اعمار مثلا، اعمار في مصر غير اعمار دبي. طبعا طبعا. شريعهم هنا حاجه وشريعهم هناك حاجه. هما في الاول وفي الاخر اعمار طبعا. طبعا في كواليتي وفي كل حاجه. بس طبعا هنا موضوع هنا حتى الاداره حتى اسلوب الاداره مختلف. اسلوب ادارتهم لمراسي مثلا عمرهم ما بيعملوا. هنا مفيش حاجه اسمها كود QR كود والكلام ده مش موجود. مفيش حاجه اسمها كده. بس هو مضطر يعمل كده في مراسي علشان الزحمه والناس اللي عايزه تدخل كلها بالملايين. لو ساب الباب ده طبعا الدنيا تبوظ يعني. فحتى الاداره بتختلف، والتسعير بيختلف، والصيانه بتختلف، كل حاجه يعني. هناك بياخدوا وديعه صيانه في مصر، هنا مفيش. هنا ممنوع، مفيش حاجه اسمها وديعه صيانه. انا اتفاجئت بالموضوع ده. فبص نفسه ده يبين يعني ده نفسه مطور لكنه مختلف. وهتلاقيه في تركيا مختلف، وهتلاقيه في السعوديه مختلف، وفي لبنان في كل حته هو فاتح فيها يعني. هتلاقيه ليه استراتيجيه مختلفه. بالظبط. تبع الماركت اللي هو فاتح فيه. فانت ما تقدرش تقول يعني ايه هو المطور ده كده هيجي هنا هيكسر الدنيا، هينزل مصر هيكسر الدنيا. لا، مش شرط.
ممكن جدا يبقى ناجح هنا صح ولا يعمل حاجه في مصر. لا طبعا. ومصر ليها برضو دماغ مختلف. طيب خليني اسالك السؤال اللي هو بيجيب الناس كلها هتبقى عايزه تساله لك، اكيد اتسالته كتير. انا ازاي كمستثمر قررت ان انا استثمر في الريال استيت؟ ازاي اختار عقار ويكسبني؟ طبعا يعني. بس عايز اقول لك حاجه. طبعا اصل لو الروجيتا دي موجوده كان الناس كلها بقت مليونيرات. اوكي. يعني لو دي روجيتا انا اقدر اقولها لك كنت انا عملتها، فاهم؟ وكان زماني مش قاعد معاك، فاهم؟ وكان زماني زماني ملياردير يعني، فاهم؟ وزمان وانا راجل 18 سنه خبره يعني، فاهم؟ يعني اكتر من كده ايه بقى؟ فالموضوع ما فيهوش روجيتا. لكن انت لازم كمستثمر تفهم حاجه مهمه جدا، ان موضوع الاستثمار العقاري ده عمره ما كان حاجه سريعه. ده مش حاجه انت داخل بورصه وتبيع السهم بكره ويعلى ومش يعلى، وما تسمعش الكلمتين اللي بيتقالوا لك هتبيع بعد 6 شهور وتبيع بعد 8 شهور ولا تبيع بعد سنه وتكسب والكلام ده. الاستثمار العقاري قصه تانية خالص. اولا لازم تدخل واحده واحده، ما تخشش بصدرك كده يعني. حتى لو انت معاك مبالغ، يعني انت لو معاك 10 مليون عايز تستثمر بيهم في السوق درهم يعني، ما ينفعش تنزل برضو بيهم مره واحده. يعني انا عندي 100 مليون وعايز مثلا استثمر 10%، وده الطبيعي، ده المفروض. لكن اللي بيحصل غلط بقى، اللي 90% من اللي انا بشوفه يعني، الناس كلها اللي جايه تستثمر بتستثمر بكل اللي معاها. يعني هو كل اللي حيلته مليون، كل اللي تحويشته شايل موجودين في البنك، او حتى مش موجودين كمان ساعات، ويقول لك انا ايه هدفع بس المقدم وادفع من الراتب بتاعي القسط. ازاي يعني؟ انت ازاي عايز تغامر؟ القسط بتاعه ده ساعات بيعدي نص المرتب طبعا على الاقل يعني. فبيزنق نفسه. فانت ازاي يقول لك مش مهم بقى، ما انا بس عايز اخش المجال ماشي خش المجال، يبقى تخش واحده واحده. فهي اهم حاجه بس انك ما تستعجلش. اول نصيحه ما تستعجلش، وما تخشش بكل الفلوس اللي معاك وتدخل ترميها في عقار وانت ما تعرفش حاجه. ده كمان المصيبه التانية، انت مش عايش في دبي مثلا وبتشتري وانت مش في دبي. وده كتير. خلي بالك 80% من العملاء اللي بيشتروا في دبي او 70-80 كله عايش بره. كله صح. اللي عايش هنا ما بيشتريش كتير على فكره. اللي عايش هنا ما بيشتريش، قليل جدا يعني. اكتر ناس بتشتري اللي عايشه بره. طب انت ما زرتش دبي ولا تعرف اي حاجه عنها ولا ذاكرت ولا عملت اي حاجه، وبتاخد الكلام من فيديو يطلع لك على اي حاجه بقى من الحاجات اللي بتطلع دي، اللي هم الناس اللي تعالى اوريك وتعالى. ودي انا عملت عنهم فيديوهات كتير يعني. ودي اسوأ طريقه تشتري بيها، انك تشوف واحد فاهم يتنطط لك ويروح لك كل يوم يقول لك يكلمك على مشروع. طب ما هو في 1000 أو 10,000 أو يمكن 100,000 واحد بيعملوا الفيديوهات دي كل يوم. طب أنت تروح لمين؟ تثق في مين؟ وش معنى ده؟ عشان هو يعني لذيذ مثلا؟ طبعا اللذاذة دي مش مقياس يعني. هو يعني مقبول وكل حاجة، بس ده مش معناه ان كلامه صح. لازم انت تتحرى كل حاجة. فالناس ما بتتحرش اي حاجة، بتاخد الكلام يقول له لاش 6 شهور وهتبيع تكسب لك 30-40% على الاقل، او هتستلم هتأجر فورا. ما تاخدش اسبوع وتتأجر. في طبعا حاجات بتتأجر بسرعة بس مش اسبوع يعني. فهو اهم حاجة بس انك ما تبقاش مستعجل. يعني الروجيتا اللي انا اوصفها للناس، ما تستعجلش ولازم تتحرى كل حاجة. ونصيحتي طالما اول استثمار يبقى لازم مطور معروف. اوعى تشتري من مطور. دي نقطة مهمة جدا. يعني نقطة مهمة جدا طبعا. لازم يكون مسلم. وشفت لو انت حتى عايش بره، خلي الايجنت يصور لك فيديوهات، يروح يصور لك من اي بيلدينج جاهز او كوميونيتي جاهز بتاعهم، وتتفرج وتشوف وتتاكد، وانت تتاكد بنفسك ان فعلا ده المبنى. ما ممكن برضو يصور لك صور حاجه تانية يعني. فلازم تتاكد تماما. المهم المطور ده مسلم ومشغل. لكن مطور اول مره بيبني في دبي او في مصر او في اي حته في الدنيا، وتقوم انت اول مره انت كمان مستثمر يبقى انتوا الاثنين اول مره، وضيف عليهم بقى الايجنت نفسه كمان اول مره يا خبر. والله العظيم كله بيجرب في بعضه. الايجنت نفسه ممكن يبقى اول ديلي. طبعا مش هيقول لك، بس يعني هتلاقي هو جديد وانت جديد والمطور جديد. طب النجاح تيجي ازاي؟ مستحيل يجي. لازم على الاقل 2 منكم يبقوا قدام. يعني من 3 على الاقل 60-70% يبقوا عندهم فكره على اللي بيقولوه. يعني ايجنت جديد ماشي، بس انت يبقى عندك فكره والمطور عنده فكره. انت ما عندكش فكره، يبقى الاثنين التانيين يكون عندهم. انا كمستثمر ما فيش. يبقى ايجنت قديم
ومطور قديم يبقى انا كده اضمن على الاقل ان انا بس هستلم في الميعاد، وان الكواليتي معقوله زي ما انت قلت في الاول كده. هي طبعا معادله كده يعني هم كلهم بيعملوها، مش محتاج تعمل حاجه واو يعني، لان انت في الاخر بتاخد حتى العقار وبتاجره، المستثمر بياخده ياجره يعني، ما تكونش فيه كتير يعني، خصوصا استوديو والوان بيدروم هم دول اكتر حاجه بيتباعوا. الاستوديو والوان بيدروم طبعا، والوان بيدروم اكتر حاجه بتتاجر اكتر من الاستوديو. عكس الناس متخيله. الناس تتخيل الاستوديو هو اكتر حاجه، لا الاستوديوهات اعتقد كنسبه يعني 25% من السوق، والوان بيدروم تقريبا 36-37% اكتر من الاستوديو. تطلب اكتر. ااجر شورت تيرم ايوه ولا انا كنت لسه هكمل في الكلام ده، قلت لك لونج تيرم. اقول لك هم في الحلوين بقى الوان بيدروم في الشورت تيرم. في الشورت تيرم ليه بقى؟ لان انا لو انا بس جاي فندق جاي سياحه، فانا لو عايز حاجه صغيره يبقى الفندق احسن لي. يعني لو انا بدور على اوضه استوديو زي الاستوديو، ما الاستوديو زيه زي اوضه الفندق، فيبقى انا 2 شخصين يعني، وممكن استوديو، وممكن يعني لو لقوا الفندق سعره قريب بيبدوا الفندق، خدمات صح. بقى وكل حاجه موجوده، فاهم؟ صح. لكن الشقه الوان بيدروم الضغط عليها بيبقى منين؟ بيبقى من الاعداد الكبيره بقى، 4-5 دول لا يمكن يقعدوا في اوضه، صح، ولا يمكن ياخدوا اوضتين برضو. الاوضتين فاهم ثمنهم يبقى اغلى كتير من الوان بيدروم. فتلاقي الطلب على الوان بيدروم كتير للناس اللي هي 4 أشخاص 5 أشخاص. وعاده طبعا اللي بيأسس الوان بيدروم دي بيخلي الصوفة اللي بره، سرير، كل حاجه بيركز على النوم. فتاخد 5 ممكن تاخد 6. فلو 6 أشخاص هياخدوا 3 غرف نوم في فندق، لا تحسن لهم طبعا، احسن لهم الوان بيدروم. فتلاقي الطلب على الوان بيدروم اعلى كتير. بس في مقوله بتقول لك ان انا الشورت تيرم ده وجع دماغ، وفي برضه نسبه استهلاك للفرنتشر والصيانات، فاللي هيروح في الكلام ده، فانا ما عملتش حاجه ووجعت دماغي على الفاضي. طبعا هو ده برضو الفكر. بس دلوقتي الدنيا اتغيرت، دلوقتي في شركات في دبي بالذات يعني غير مصر ما فيهاش الشركات دي لسه يعني. ابتدوا ريسنتلي كام شركه يطلعوا على فكره في الحته دي، بس طبعا في دبي هنا دبي مسيطرين قدام في الموضوع يعني. فانت دلوقتي ما بقتش تعمل حاجه خالص. ده حتى الشركات دي عندها ابلكيشن كمان، انت بتتابع شقتك وبتتابع اتاجرت كام مره والفلوس اللي دخلت وكل حاجه والصيانات والكلام ده، فانت بتديها لهم وبتدفع لهم تقريبا 25% من دخلك العام، ياخدوا منه 25% ويدوا لك الباقي بعد خصم طبعا كل المصاريف، صيانه بقى على مدار السنه، كل حاجه جوه الشقه هو مسؤول بقى لو في صوفه مثلا باظت هو بيشتريها لك، حاجة. بيصرف بقى من انت مش محتاج تروح تنزل دبي خالص يعني. ودي ميزه ان انت عايش مثلا في امريكا، مش محتاج تيجي، فلوسك بتتحط لك في البنك او تتحول لك، وزي ما انت عايز حول لك كل شهر، حول لك كل 3، حول لك كل سنه، انت حر. من الابلكيشن انت شايف ومراقب، ومفيش اي مجال للتلاعب خالص. ليه بقى؟ لان انت بتسجل الشقه دي عند وزاره دائره السياحه والدائره الاقتصاديه، لازم تتسجل، وبتدفع على كل ليله. الشقه الوان بيدروم تدفع 15 درهم على كل ليله ايجار على كل غرفه. يعني لو وان بيدروم او استوديو 15، لو غرفتين تدفع 30، أوكي. لو 3 غرف تدفع 45 على كل ليله ايجار على كل غرفه في الشقه 15 درهم. فلازم يوردهم، لازم الشركه دي توردهم، ما تقدرش ما توردهمش طبعا. الشركه دي تروح في 60 داهيه، الله مشاكل. فاهم؟ فانت بتشوف على الابلكيشن كل ليله متاجره بتبان لك، انت عرفت ان دي اتاجرت 100%. لا يمكن يتلاعبوا ولا ياجروا ما يوردوش الفلوس ابن خالتي وقعده مثلا. لا ما يقدرش فالموضوع بيبقى فيه تحكم كبير جدا وانت قاعد مطمن. وتلاقي نفسك بقى في اخر السنه انت مثلا بتاجر ايجار طويل، الطويل ده بيعمل له في حدود 7-8%، قول 7% صافي بعد ما تدفع مصاريف الصيانه والحاجات دي. ممكن تعمل لك لو هي شقه ب1,000,000 مثلا، ممكن تعمل لك في حدود 70,000 في السنه. فيعني تقريبا 7%. الشقه بقى التانية لو اتأجرت الايجار القصير مش هتتأجر طول السنة طبعا، هتتأجر 5 شهور 6 شهور سيزون يعني. لكن هتجيب لك يمكن 13% 14%، بس طبعا بعد بقى خصم المصاريف والحاجات هتلاقي ممكن 9%. ممكن على أسوأ سيناريو تجيب لك 7%. بس في حاجة مهمة بقى محدش بياخد باله منها. ليه الشورت تيرم مهم وليه الشورت تيرم افضل 1000 مليون مره؟ وانا دايما انصح الناس ما تاجرش ايجار طويل. ليه بقى؟ اقول لك ليه. انا النهارده الايجار الطويل، ودي حاجه ناس كتير ما تعرفهاش، انا لو حبيت ابيع الشقه دي ما اقدرش اخرج المستاجر قبل سنه، لازم اديله نوت سنه، اقول له انت قدامك سنه من النهارده، مش لازم من تجديد العقد، من اي يوم
اي يوم في نص السنه كده بتاعت الايجار هقوم باعت له ايميل اقول له انت هتخلي الشقه بعد سنه من النهارده، فانت قدامك سنه. اذا انا ما اعرفش، مش عارف ابيعها قبل سنه الا لو هبيعها لواحد مستثمر عايزها بالمستاجر. كنت لسه هقول لك ماشي. لكن في ناس كتير جدا بتبقى عايزه تسكن. فانت كده بتبقى مرتبط بالساكن. لكن لو هي شورت تيرم مجرد ما يخرج بعد اسبوع بالظبط فاضيه في اي وقت. يعني فاهم انت في اي وقت هي بالنسبه لك، اصل مين هيقعد اكتر من اسبوع يعني؟ قاعد شهر يا سيدي. ده لو طول يعني برضه مجرد ما هيمشي خلاص انت عامل حسابك وتقدر تبيعها. فسهل جدا ما عندكش المشاكل دي. الحاجه التانية المهمه ان انت سايبها لشركه. هو على فكره اللونج تيرم بيتساب لشركات برضه عادي ممكن. لو انت عايش بره ممكن تسيبها لهم، بياخدوا منك 5% بقى في الوقت ده. 5% من السنه بياخدوها نظير بس الاداره وتحضير وعقود ومش عارف ايه والحاجات دي. وعموما المؤجر صاحب الشقه ما بيدفعش عمولات في الايجار، المستاجر هو اللي بيدفع بس. يعني المستاجر يدفع 5% والمالك ما يدفعش ولا مليم. اوكي. فدي برضو كويس. فدي ميزه دبي. وميزه الايجار في دبي طبعا ان الايجار بيدفع مقدم، دي ما بتحصلش في حته في العالم يعني. اي مكان في العالم بالشهر. ايوه صح. يعني هنا بتدفع 3 شهور مقدم، 4 شيكات او ساعات شيكين وساعات شيك واحد. ساعات تدفع السنه كامله، تدفعها كلها مقدم. في ناس بتعمل لك تخفيض يعني وتقول لك ادفع لي سنه مقدم. لا انت في مصر لو قلت لحد انا سنه مقدم يقول لك لا. صح. انت ما بتعرفش تحصل الشهر حتى. صح. بنعاني. فبرضه فدي برضه ميزه من مميزات دبي اللي المستثمرين بيحبوها. عشان كده ان بلادهم اوروبيين امريكان اي حاجه، ما فيش حاجه في بلادهم الكلام ده. وما فيش حاجه اسمها هنا ما فيش ضرايب. هناك ضرايب ممكن توصل 30 و40% من الدخل السنوي بتاع الايجار في بعض الدول يعني. لكن هنا ما عندكش اي نوع من انواع الضرايب عشان كده الناس كلها هنا متجهه لدبي. فلوسك دخلك 70,000 هم 70,000 محدش ياخد منك قرش. وهل فعلا الريال استيت بيحافظ على الثروات؟ طبعا 100%. ما بص يعني اي فعلا زي ما انت قلت في الاول، اي ملياردير في العالم هتلاقي جزء كبير جدا من ثروته عقارات. لازم. صح. يا اما بيشتغل في التطوير العقاري، يا اما هو بقى بيشتري عقارات ويبيع، وكمان بيخش حتى في صناديق استثمار عقاري في البورصه والحاجات دي. فلازم تلاقي طبعا. بس برضو ارجع اقول لك دي مش روجيتا. يعني ما ينفعش مثلا واحد يقول لك خش العقارات بقى وانا كده ايه هضمن. برضو نفس النصيحه، ما انت ما تخشليش مع مطور لسه بيقول يا هادي فاهم، وتقوم داخل حاطط فلوسك وفي الاخر تكتشف ان هو لا هيسلمك ولا. خصوصا مثلا في مصر بالذات يعني. بيفضلوا ياخدوا الفلوس وما بيبنوش. لكن هنا ما يقدرش يعمل كده. هنا هو مرتبط، المدفوعات مرتبطه بالكونستراكشن والدايره بتراقب والحاجات دي كلها. فانت يعني مش معنى كده ان انا اي استثمار عقاري وخلاص. وبرضه في مقوله كتير تتقال العقار آمن والعقار يمرض ولا يموت والكلام ده. ماشي انا معاك، بس فين؟ ما هو كان زمان الكلام ده، كان زمان قبل ما تظهر الهوجه بتاعت بقى ايه المطورين اللي بقوا بالالاف دول، سواء هنا او في مصر. لان خلي بالك احنا الدولتين الوحيدين اللي فيهم الشغل العقاري في السوق. احنا مصر والامارات هم دول اللي فيهم الشغل. السعوديه طالعه شويه، قطر طالعه شويه، لكن برضو مش بالحجم ده، مش بحجم هنا ولا حجم في دبي مرعب. دبي دبي سنه 24 التعاملات العقاريه، التصرفات العقاريه قيمتها 720 مليار 721 واو. مليار. طبعا من سنتين كانت 380 و400. هو طبعا زادت بسبب برضو زياده الاسعار. بس يعني بس في التصرفات العقاريه مبالغ رهيبه، والدوله بتاخد طبعا على 4% على كل المعاملات دي. فالدوله بيدخل لها فلوس. لكن بصراحه الفلوس اللي بتدفع هنا للدوله الواحد يدفعها وهو مبسوط، لانه بياخد حمايه. يعني الدوله تاخد 4% منك عشان تسجل لك العقود، اي عقد سواء تحت الانشاء او حاجه اعاده بيع، بس انت مطمن تاخد العقد بتاع. طالما مسكت العقد بتاعك في ايدك التايتل دي ده خلاص. انا لسه كنت هقول لك كمان بالنسبه للرنتال، الموضوع الايجاري ده السيستم بتاع الايجاري ده عظيم. طبعا. في حاجه كمان هنا لفته نظري جامده يعني قويه جدا. النهارده في عقار لما اعدي انفستمنت معين باخد الاقامه الذهبيه. 2 مليون ازاي 2 مليون بالظبط. فازاي هم شاطرين وحتى هم بيربطوا كل حاجه ببعضها. دي شطاره. لا طبعا هم في موضوع الاقامات، ولو عندهم على فكره كذا شكل الاقامات كمان، مش بس دي يعني. انت ممكن من اول 750,000 تبتدي في اقامات لو اشتريت عقارات يعني. سمعت ان هم كذا كاتيجوري كمان و3 وبعد كده يوصلوا ل10.
بس ال10 دي اكبرهم طبعا واهمهم، لان هي مش مرتبطه باقامه. يعني مش لازم تفضل قاعد في البلد زي الاقامه العاديه اللي هي ممنوع تقعد اكتر من 6 شهور بره الدوله. لا، ال10 سنين دي اعمل زي ما انت عايز، ان شاء الله تقعد ال10 سنين 9 سنين بره. فدي برضو مهمه. فهم لا، الدوله هنا اصل الموضوع العقارات ده فاهم، ده بحر ده كبير، حاجه، لا وحاجه بالنسبه كبير. للدوله اهم حاجه عندهم هي والسياحه طبعا نمره واحد. فيها قصة نجاح في لا الريال استيت دبي بالذات. لا ايه ده؟ بصراحه اللي مبهرة عملوه للعالم. دايره الاملاك والاراضي، هيئه التنظيم العقاري الريرا اللي عملوها دي في 2011 2012 هي اللي انقذت السوق دبي من الوقعه بتاعه 2008. لما عملوا الاسكرو اكاونت وكل الشروط القوانين اللي عملوها دي، كل حاجه رجعت ما حصلتش تاني الفقاعه العقاريه دي ولا هتحصل. اديني تفاصيل اكتر عن الاسكور اكاونت، عباره عن ايه، والمستثمر اللي بره بيستفيد منه ازاي، والقصه بتاعته عامله ازاي، وازاي مأمن نفسه يعني مهم او جدا. مأمنينه. على فكره الاسكرو اكاونت ده تقريبا دبي الوحيده لما عملته كانت هي الوحيده اللي عامله النظام ده. في حاجه اسمها، عشان برضو في ناس هتقول لك لا ده موجود في اوروبا وموجود لا، بس ده في حاجه مختلفه. يعني اوروبا فيها اسكرو اكاونت، امريكا كل حاجه، كل بلاد الدنيا فيها حاجه اسمها اسكرو اكاونت. بس ايه الاسكرو اكاونت اللي بره الاول؟ ان انا رايح اشتري حاجه، خصوصا لو انت بره البلد، انت ما تعرفش حاجه، ما تعرفش حد. واحد بيبيع عقار مش ممكن هتديله فلوس غير لما تسجل، وهو مش هيسجل غير لما ياخد فلوسه. صحيح. فلازم يبقى في حد في النص، بتبقى عاده محامي، مكتب محاماه، او وسيط عقاري مرخص، او بنك. 3 اطراف ممكن يعملوها، تعملها من اي واحد منهم. لازم حد يدخل عشان ياخد المقدم منك، يحطه في حساب اسكرو اكاونت مخصوص للموضوع ده، وبعدين ايه يخلص المعاملات دي كلها، وفي الاخر تدفع انت الفلوس ليه هو برضو، ويم هو مديها لمين؟ لصاحب العقار اللي باع بعد ما يعني الاوراق تخلص. الاسكور اكاونت ده حمايه، يعني حمايه، ده حاجه تبع الدوله. مش تبع الدوله، لا مش الدوله بتعمله. بقول لك 3 جهات بتعملوه، يا محامي، شركه محامي خاص يعني، يا وسيط عقاري، يا بنك. مش الحكومه مالهاش دعوه بالموضوع خالص، فاهم؟ لكن انت عشان تشتري اتعامل زي ما انت عايز مع ال3 اطراف دي، ولازم تتعامل معاهم. انت مش، ما ينفعش تتعامل بالمباشر بينك وبينه. هتديله فلوس ازاي؟ انت مش هتديله كاش برضه، هتديله شيك. طب ما خد الشيك ده صحيح، ما ادالكش حاجه. صحيح. فلازم حد يحميك. فده موجود، اوكي، موافقين عليه. لكن في دبي ما بيحصلش بقى الموضوع ده، او مش ده الاسكرو اكاونت اللي في دبي. دبي بقى الاسكرو اكاونت دايره الاملاك والاراضي عندها هي كمان عملت هي الموضوع ده ابتدى في 2012. تمام. عندهم في حاجه اسمها امين الحساب. امين الحساب. انا مطور عقاري جاي عايز ابني مشروع، تمام، رحت اشتريت الارض، شفت الاراضي واشتريت وخدت صك الملكيه وتمام. وده اول شرط انك تبني، انك تشتري الارض كاش. كان زمان بتشتري تدفع قسط بس من الارض وتبني، لا قبل الوقعه بتاعت 2008 منعوا الكلام ده. خلاص اشتريت، بتروح للدايره تقول لهم والله ايه انا عايز ابني مشروع. طب يا سيدي هات اوراقك وهات الرسومات الهندسيه وهات كل الطلبات بتاعتهم، وعشان ايه نفتح لك حساب اسكرو بقى، حساب ضمان. فيفتحوا له حساب ضمان، يقولوا يدوا له جواب، يروح البنك يفتح حساب ضمان. حساب الضمان ده باسم مين بقى؟ باسم المشروع، مش باسم المطور. مش دعوه بالمطور خالص. الفلوس ما تدخلش حساب المطور. انت بتدفع فلوس للمطور تروح الحساب بتاع المشروع. فيفتح الاسكرو اكاونت ويرجع للدايره، انا فتحت الحساب، نعمل ايه بقى الخطوه الجايه؟ طيب اتفضل الخطوه الجايه بقى، حط لنا 20% من قيمه المشروع، مش من قيمه البيعيه، من قيمه الانشاءات، يعني قيمه التكلفه. 20% من التكلفه حطها لنا في وليكن ب 100 مليون هتكلفه مثلا، حط لنا 20 مليون. وابتدي يشتغل. تمام. ابتدي بقى اعلن، ابتدي اعمل بقى اللي انت عايزه، وفاهم وبيصرف منهم على المشروع. هو ده بقى الجايه بقى اللي هي الخطوه المهمه. دخلنا فلوس، بيعنا وعملنا لونش وبيعنا واستلمنا 100 مليون 200 300 مليون واتفق، دخلوا الحساب. الناس كلها ادتنا شيكات ودخلناها تتحصل. حصلت ودخلت. اجي انا بقى كمطور اطلعها، ما اعرفش، لازم ارجع لامين الحساب. يا استاذ امين الحساب، عايز دلوقتي اخد فلوس عشان ابني. طب يا استاذي هتبني مع مين؟ مع الشركه الفلانيه. هات لي ورق الشركه الفلانيه دي الانشاءات عشان اشوفها مسجله هي كمان ولا لا، ودفع الترخيص التجديد برضه ولا لا. كل حاجه يكشف على الشركه، وبعدين ياخد الورق ده يديه للمهندسين بتوع الدايره يراجعوا الرسومات والكلام ده كله. تمام.
خلاص عايز كام، ده تكلفته، انت هو قايل انت تكلفته كذا، طب الشركه عايزه 10%. 10% دي وليكن 50 مليون 20 مليون، يقوموا مطلعين له شيك باسم الشركه بال 20 مليون بتاعه ال 10% عشان شركه الانشاءات تبتدي. تمام. حاجه تانية، انت مضيت عقود مع من خلال شركات تسويق عقاري. الشركات دي عايزه العمولات، الراجل الامين الحساب هو اللي يمضي على العمولات بعد ما يراجع الشركات دي مسجله هي كمان ولا لا، وعندها تسجيل في ريرة ولا لا. كل حاجه تمام. دول اللي باعوا البيعه العموله بتاعتهم كذا في المية، طيب شيكات كذا، طلع بالشيكات هو اللي يطلع. فكل مليم كل درهم بيطلع من الحساب مفيش محدش له يد عليها غير امين الحساب. كنترول قوي هو طبعا. امين الحساب. امين الحساب ده ماسك مثلا مشروع ولا اتنين، كل واحد ماسك له مشروعين شغال عليهم بس. يعمل بقى يخلص الكلام ده كده وماشي معاه بقى في السكه كل في طب امتى بقى الانشاءات بقى كمان دي اهم حاجه بقى. الانشاءات مثلا انت جيت قلت لي انا خلصت 30% وعايز دلوقتي فلوس عشان ايه؟ عشان اعمل الشركه عايزه تكمل. طب استنى بقى حبيبي لما نشوف 30% دول بجد ولا لا. يوم باعت لجنه. اللجنه تشوف ده فعلا 30% انشاءات، وتصور وتحط الكلام ده كله فين بقى؟ على ابلكيشن اسمه دبي ريست. الابلكيشن ده تخش تحط اسم المشروع يطلع لك يقول لك ده 30 40% تفاصيل وصل اللي كان فيه. يقول لك ليه تلاقي مرسوم بشكل مبنى وعليه فاهم لون كده 30% 40 50 طبعا. فهو يقول زي ما يقول. وساعات المطور تكلم السيلز بتوع المطور يقول لك احنا وصلنا 60%، تخش تلاقيهم 30. وممكن يبقى 60، خلي بالك يعني ممكن يبقى فعلا هو وصل 60 بس لسه الدايره ما راحتش تراجع. بس هو في الاخر احنا بناخد بايه؟ بناخد اللي موجود. انا يعني كواحد مستثمر بشتري ولا يعني اصدق، لازم اصدق اللي الدايره قايله. يا اما استنى بقى لما الدايره بس تحدث تبدا تحدث بس هي ما بتطولش يعني. بس قصدي ساعات بيقولوا وساعات بيبقوا صح وساعات بيبقوا غلط يعني. ممكن يقول لك 60 هو مش 60. طب ممكن يبقى حقيقي. الديفلوبر بقى هيبدا يكسب امتى؟ بعد ما يخلص. بعد ما يخلص طبعا. ما هو بيسلم في خلال 3 سنين. ما هو لازم يسلم، كله بيسلم في خلال 3 سنين، وهو ليه سنه مسموح له سنه تاخير. الدولة مدياله سنة تأخير. ساعات تطول لسنتين في ظروف معينة يعني. في ظروف معينة قاهرة يعني ممكن يدوله سنة تانية. بس العادي جدا ان هو يتأخر عليك سنة، ده ما فيش اي مشكلة. فالموضوع طبعا فيه تفاصيل كتير جدا يعني. في وقت الفيديو اكيد مش هيسمح، بس انت محمي، تقلقش على فلوسك. حصل بقى اي حاجة فلس الراجل ده، اي مشكلة حصل ايه مع الف سلام، اللي احنا الفلوس قافلين عليها والدولة هي اللي بتطلع لك. مثلا هو بعد ما بنى 30% فاخد مبلغ راح والمبلغ التاني كده. ما هو بقى لو تعثر ده موضوع بقى لازم عايز دراسة. هل في حد هيدخل مكانه يرد له الفلوس؟ ما احنا هنردها لك بتاع ايه؟ صح. يعني انا كدولة اردها لك بتاع ايه؟ ما انا فاهم لازم عشان اردها لك لازم الناس دي كده لازم تاخد فلوسها الاول. لازم أأمن فلوس الناس دي كلها ترجع لهم. صح. انت دفعت ماشي، هل هم هيستلموا؟ هم مش هيستلموا. يعني انت وصلت 30% انشاءات وعايز تمن ال 30%، طب انا اديهم لك ازاي؟ اشوف الاول الحساب فيه يكفي فلوس الناس. لو يكفي فلوس الناس هرجعها له واديك الباقي يا عم، ما عنديش مشكله. لكن الحساب اصلا ما فيهوش فاهم، فيهوش يكفي فلوس الناس، يبقى ما اعمل لك ايه؟ صرف، هات حد انت بقى يبني مكانك يكمل. يعني مش الدوله اللي هتدور له برضه الا في حاله واحده ان هو يهرب، ده موضوع تاني. واحد يسيب البلد ويمشي، ده موضوع تاني. هو مش هيسيب البلد طبعا ويمشي، دفع فلوس وعايز على الاقل يستردها يعني. طبعا ما فيش حد بيهرب يعني، مفيش حد بيعمل الكلام ده. فانت كمستثمر عايش بره ومش عارف اي حاجه هنا، مفيش حاجه نصب هيحصل عليك، ما تقلقش. لكن زي ما قلت وارد جدا ان العقار بتاعك ما يبقاش فيه اي ابريشيشن يعني. مفيش بقى لا يزيد ولا بتاع ويفضل ثمنه كده لان انت شاري مع مطور مش معروف. منطقه برضو لسه طالعه، حد نصحك نصيحه مش صح، بالظبط طبعا ما عندوش خبره. هو ده هنا المشكله بالظبط. وانت بنيت احلام على اساسها، هي دي بقى المشكله. انت خلاص مسنتر نفسك ان انت بعد سنه. في ناس على فكره بتدخل يا دوبك معاها السنه، معاها ثمن السنه فاهم. وهو بيحلم بقى انه يدفع 20% مقدم، ونفترض مثلا 20 تانيين لغايه السنه مثلا ما تتم يبقى 40% ولا حاجه او اقل، ويبيع بقى بعدها. عشان انت ممنوع تبيع قبل 40%. قبل 40% من المطور يعني يقول لك لما تتم 40% مدفوعات تقدر تبيع، تعمل اعاده بيع يعني. أوكي. تخرج من العقد يعني. فماشي. فال40% دي ممكن تخلص بعد سنه او سنه ونص، فهو بيبقى معاه دول معاه ال40 بس. ويقول لك هبيع، محدش بيشتري.
أيوة. انسى. يعني انا بقول لك اهو، اي حد بيتفرج شيل من دماغك ان حد هيشتري والمشروع 40%. الا طبعا عند الكبار قوي والمشاريع الكبيره قوي، يعني اعمار في مشاريع معينه ده ممكن يشتروا الناس تشتري. لكن مطور عادي كده وصل 40%، انت دفعت 40% بعد سنه وتيجي تبيع تخرج تلاقي حد يدخل؟ لا طبعا، ولا حد. مش هيتباع المشروع ده غير لما يتسلم. فيا معاك الفلوس يا ما تخشش. ودايما ده انا بقولها في كل فيديوهاتي، معاك ادخل اللعبه دي، لكن ما تخشش بقى وتعمل ان انت ايه، او تسمع كلام حد ان انا معايا حاجه بمليون، انا معايا 400,000 ودوبك ادفعهم وانتظر. مش هتعرف. ولو ما كملتش هو شهر، في مصر بالذات شهر بتروح عليك الوحده. في مصر عندهم الشرط ده، هنا لا طبعا. بس بتروح برضو، يعني بتخصم منك فلوس، لكن بعد شهرين وثلاثة واربعة وبعد محاولات كتير. مصر لا، 45 يوم ماكسيمم. المطور المحترم يعني يديك 45 يوم. لو ما دفعتش خلال 45 يوم يلغي لك العقد وتعالى خد فلوسك زي ما دفعتها كمان، تاخدها كاش يعني. فانت تلاقي نفسك خسرت الفلوس، سوحت. لا ما انتش عارف تكمل، ما انتش عارف تدفع حتى القسط اللي جاي ده. فاللي انت دفعته هيتخصم منه 15% من قيمة الوحدة، مش من قيمة اللي دفعته. ايوه يعني انت دافع 400,000 مثلا من مليون، هيتخصم منك 150,000 ولو كنت دافع 150,000 او 200 هيروحوا كلهم مثلا يعني. صح. فانت لازم تكون فاهم في كل الشروط دي وتقرا العقود. انت بتقراش العقود، الناس والله العظيم ما بتقرا العقود. يقول لك تفاصيل كتير وبنود كتيره. يا عم خد العقد. وانا بقول الكلام ده دايما. الناس تقول لك لا ما نروح ندفع لمحامي ومش محامي. لا ده لازم ادي لمحامي طبعا. هياخد كام منك المحامي؟ 5,000 ولا بتاع عشان ياخد يقرا لك عقد، ولا 10,000 حتى. ما تحمي نفسك. يقرا لك هو العقد ويقول لك تفاصيله. وعلى فكره مش هتعرف تغير في العقد، يعني في مصر انت مش هتعرف تغير في العقد. بس على الاقل يشرحه لك، يبسطه لك، لان انت مش هتعرف عليك ايه. بالظبط. لان انت حتى الوسيط العقاري او المسوق العقاري اللي بيبيع لك نفسه ما بيبقاش عارف العقد، مش قادر يقراه برضو كله، وما بيعرفش يفسره لك. صح. وانت برضو ما بتبقاش فاهمه، وزي ما انت بتقول كده وقع بقى خلاص. صح. يعني احنا هنغير حاجه، الكلمتين بقى اللي تعرف ويفاجئوا بعد كده بحاجات كتير. يجي بقى يقول لك الشركه ضحكت عني او ما ضحكتش عليك بصراحه. يعني العقد المطور ما ضحكش عليك، لا هو اداك كاتب لك في العقد الكلام ده كله. بس انت اللي فسرته غلط او ما فهمتوش. بس طيب، بما اننا بقى يعني بنتكلم على الريال استيت، هسألك برضو السؤال اللي الناس كلها عمالة تتكلم فيه بقى لها فترة. في فقاعة ولا مفيش فقاعة؟ لا ما بص، في فقاعة بس في فرق بين الفقاعة وانفجار الفقاعة. فاحنا في فقاعة في مصر وهنا في دبي احنا في فقاعة عقارية حاليا، وفي مصر احنا في فقاعة. فقاعة يعني السعر عمال يتضخم وما بينزلش. يعني في مصر حتى رغم كل الظروف دي السعر ما بينزلش، بالعكس بيطلع. ففي فقاعة طبعا، احنا عايشين في فقاعة حاليا. بس هو بقى السؤال، هل هتنفجر ولا مش هتنفجر؟ انا رأيي في السوقين مش هتنفجر. في دبي لا يمكن يبقى فيه فقاعة، لان حصل قبل كده في 2017 غير 2008 لما حصلت انفجرت الفقاعة والاسعار نزلت 50% تقريبا ويمكن اكتر. في دبي ما انا كنت موجود. 50% ويمكن 60 في بعض المناطق نزلت. ارتفعت، رجعت بعد اسكرو اكاونت، الموضوع مشي تمام. والبيك كان في تقريبا 2015 كان بيك السوق رجع تاني. وبعدين في 2017 2018 حصل تصحيح حوالي 15%. ده عادي، ده بيحصل في اي حته في الدنيا، وده طبيعي ويعني كمان صحي انه لازم يحصل من وقت للتاني. السوق لازم يصحح نفسه، ما ينفعش يفضل يطلع مستحيل. صح. زي البورصه كده. صح. فحصل ليه؟ لان في دولة حامية والاسكرو اكاونت وكل الحاجات دي. وما حصلش بقى اللي حصل في 2008. 2008 كنت هنا، العربيات كانت مرمية في الشوارع، كله اللي واخد اقساط بقى. كله الناس كلها اترفدت من الشغل، اترفدت اون ذا سبوت. يعني انا اعرف ناس اتبعت لهم ايميل امشي النهارده، انت النهارده مرفوض، فاهم؟ فطبعا شاري عربيه قسط وشاري وما كريدت، تلاقي كريدت كان مرمي في الشوارع، كروت مرميه في الشوارع، والعربيات مطربه مركونه تحت الكباري ومركونه في المطار جوه البارك بتاع المطار المدفوع، رموها وسابوها، وكانت فوضى يعني. ما حصلش الكلام ده طبعا تاني يعني. والاسعار نزلت. انا قعدت تقريبا 6 شهور تليفوني ما رنش مره. والله العظيم في 2008 يعني في اول 2009 من اول يناير لغايه تقريبا شهر مايو ما ليش مكالمه واحده.
فده ما اتكررش تاني. يعني حصلت التصحيح وحصلت في الكوفيد، وما بقول لك والكورونا طبعا حصل فيها تصحيح، بس دي حاجه عالميه ما نقدرش نتكلم فيها. الكوفيد حصلت، لكن الكوفيد حصلت وكان في شغل برضه، خلي بالك، والدايره كانت ذكيه جدا وتعاملت مع الموضوع في منتهى الذكاء. ازاي بقى؟ كانوا بيبيعوا عن طريق زوم، تسجيل العقار تسجله عن طريق زوم، تتكلم مع الموظف مباشره، فاهم، ويتحقق من هويتك ومش عارف ايه، ويسجل لك العقار وانت اونلاين عايش بره، قاعد في دبي بس ما بتروحش، ما تقدرش تنزل. قوي ففضل البيع شغال. والعكس بقى انا عايز اقول لك البيع كان مرتفع في الكورونا. كل المستثمرين الكبار بيستنوا اللحظات دي. اعمار كانت عامله حاجات عمرها ما عملتها في حياتها، كانت عملت خطه دفع بعد الاستلام، ودي عمرها ما بتعملها. بوست هاند اوفر دي عمرها ما عملت كده. ولا زالت لغايه النهارده في موجوده شقق بتتباع، يعني من الايام دي كان اصحابها شاريينها بالشكل ده، فاهم. 7 سنين تقريبا كانت تستلم، كانت شقق موجوده جايه في دبي كريك هاربر. تستلم الشقه كان ساعتها، يعني ساعه كورونا، تستلم الشقه دلوقتي وادفع قدامك 5 سنين وتكمل. ولا زالت موجوده يعني، بس خلاص طبعا لغيتها اعمار، لكن قصدي في الفتره دي 5 سنين موجودين يعني. فاهم. فبس فكله طبعا اشترى، في ناس كتير، فكان في حركه، مش ما كانش فيه، لا كان في حركه. السعر نزل بس كان في حركه، وابتدت تطلع تاني. فمش هتحصل تاني. الدوله خلاص اتعلمت الدرس ومتابعه كل حاجه، وعندها اليد العليا فوق كل حاجه، حتى في الايجار وفي تسعير الايجار. انت ممنوع تزود من مزاجك على فكره. ايوه ممنوع. انت صاحب عقار على كل حاجه، لازم الدايره اللي تقول انت تزود كام، ولازم تمشي على كلامهم، وبحد اقصى 20%. اقصى لو السوق زاد 100%، عقارك بتأجره ب100 بقى ب200، بقى بيتأجر ب200، فانت عايز ترفع المستاجر. لا يا حبيبي، ترفع 20% بحد اقصى بس. يعني يبقى 120. فالمهم يعني ففي كنترول. مصر بقى برضو نفس الحكايه، فيها فقاعه وكله مستنيه تنفجر. وانا عملت مش عارف كم فيديو، 5-6 فيديوهات عن موضوع الفقاعه العقاريه وانفجارها ده. مش هتنزل تنزل ازاي؟ ما هو بس برضو نقول ليه يعني، برضو افكر الناس يعني. انا النهارده مطور عقاري، بعت المشروع بتاعي ده، بعت المتر ماشي ب50,000، وناس اشترت مني. تمام. جيت حصلت انفجرت الفقاعه، واسعار نزلت مثلا عند ناس في سوق عادة البيع، في اي مشاريع تانية، في اي حاجه تانية. انا كمطور ما اقدرش انزل سعري. ازاي نزله في مشروع انا شغال بيه؟ بعت ب50 وبيع النهارده ب25. ما هو اللي هيحصل ايه؟ انا بعت لك ب50,000، بعت لك شقه ب10 مليون. ماشي. انت خدت شقه ب10 مليون ومستمر في الدفع، وبتدفع، دفعت لك 3 مليون 4 مليون مثلا يعني. وجيت انا منزلت السعر من 10 مليون، بقيت ابيع ب5 مليون. يبقى انا هعمل ايه؟ هقوم رايح لك، الغي لي العقد لو سمحت، اخصم ال15% بتاعتك اللي هي 1.5 مليون، واديني 3.5 اللي انا دفعت 5. صح. اديني 3.5 واخد 3.5، اقوم حاططهم في الشقه ام 5 مليون عندك انت برضو. فاهم. ما انت بتبيع ب5 مليون، طب انا هاخد 3.5، يبقى انا دفعت كده تقريبا كام؟ 80% ولا حاجه. فاهم. يعني انا خدت 3.5 منك وخسران، بس هحطهم عندك وفاضل عليا 1.5 مليون بدل ما كان فاضل عليا 5 مليون. بكره كل الناس هتعمل كده طبعا. يبقى انا ابقى اغبى مطور في العالم لو عملت حركه زي دي. لا يمكن المطور ينزل لك ازاي؟ هو هينزل لو لقى اللي حواليه كله بقى ولا يقدر، ولا ما هو لو عمل كده كل الطابور هيجي له طابور الصبح، كل اللي باعوا اللي اشتروا جايين يبيعوا. اولا مطلوب منه انه يوفر الكاش. منين؟ صح. هو في مطور معاه كاش؟ صح. ده هو اصلا يا عيني على باب الله. كلهم يعني الصغيرين بالذات والله معهمش. ده هم بيعانوا من ارتفاع اسعار الخامات والحاجات دي، مش عارفين يخلصوا مشاريعهم. فيوفر كاش لمين؟ ما انت لازم توفر له الدفعه الاولانيه. انت هتدفع زي ما هم دفعوا، هتقسط لهم، بس محتاجين دفعه اولانيه على الاقل. كل ده هيبيع تاني يوم. هو في حد هيقعد؟ ده يبقى اللي قاعد ده يبقى غبي. اما انا شقه ب10 بقت ب5، اكمل ازاي اذا كان هو بيبيعها ب5؟ يعني انا اكمل عنده، ياخد فلوسي واكمل عنده، يروح اشتري في مشروع تاني. فرصه بقى، بس انا لازم اخرج من عنده. هخرج، هو دي فرصه. شيل يا عم، خد 15%، انا ابقى سعيد جدا، ما عنديش مشاكل. صح. ايه يعني 15%؟ انا كسبان. بس ده نزل نص الثمن. ايوه. صح. بس انا كسبان. انا كمستثمر انا كسبان. فلا يمكن يقدر يعمل كده. والحاجه التانية، الاسعار نفسها بتاعت المدخلات ما هي غاليه.
طب انا اذا كان ويقول لك الدولار بينزل، ماشي الدولار بينزل، طب ما هو البنزين بيطلع. صح. ما هو البنزين ده بيرفع المدخلات دي، كهرباء وحاجات تانية كتير. ايوه. لو بيدفع النقل وبيدفع بيرفع كل حاجه يعني، فاهم؟ فينزل هو منين؟ حتى لو مشروع جديد يعني، هو يبتدي يعمل مشروع جديد بعد الوقعه دي، هيعمله ازاي رخيص؟ ما هي الوقعه دي وقعت، او الفقاعه انفجرت ايه في ايه؟ في سعر العقار، لكن مش في سعر المدخلات. الاسمنت هيبقى زي ما هو، الحديد مش هينزل ساعتها يعني، فاهم؟ كل حاجه هتبقى ساعتها، ما هي تكلفه في الاخر، تكلفه. صحيح. فمش هتنزل. يبقى انا لو هعمل مشروع جديد هعمله برضو بنفس الاسعار الجديده اللي الناس كلها شغاله بيها، مع الناس عارفه ان يعني اغلب سعر العقار ده نسبه كبيره منه جدا هي فوائد. طبعا. بس برضو موضوع الفوائد ده على فكره مش كل المطورين بياخدوا قروض اساسا، ولا مسموح لهم ياخدوا قروض. بس هو بيتشعبط في الهوجه دي. بالظبط. ما هو انت الناس بتبيع ب 50,000 المتر، انا هبيعه ب 20 يعني. صح. فحتى لو ممكن ما يبقاش واخد قروض، بس برضو بيبيع غالي. ما هو لازم يبيع بسعر السوق، وهو ما بياخدوش على فكره، لان هو اصلا مش مالك الارض، هو بياخد الارض من الحكومه على 5 سنين. هو فاهم، بياخدها تقسيط. فالبنك مستحيل يديك قرض وانت واخد ارض قسط ازاي يعني؟ خدها كاش وانا اديك ضمانها. لكن هو اصلا دفع 10 او 20%، فاهم؟ ويكمل من فلوس الناس الكبار بقى اللي هم اعمار مثلا، صادق، بالم هيلز، الناس الكبيره دي، ده ممكن ده ياخد قروض بكل سهوله، وعنده ملاءه مائيه تغطي حتى لو ما خدش قرض. بس ما يستخدمش فلوسه، ما فيش مطور بيستخدم فلوسه. المطور الكبير ما يستخدمش، ما يدخلش بكاش او بفلوس من عنده في اي مشروع عقاري. ده يبقى برضو مستثمر غبي لو عمل كده. صحيح. لان البنك بيسهل له. اطلع فلوسي ليه؟ فانا اطلع فلوسي ليه يعني؟ المطور ما يقدرش يطلع فلوسه. فموضوع القروض ده برضو يعني مش زي ما كان ساويرس قال من شهر كده ولا حاجه، فعلا الحاجه متسعره ب3 أضعاف. لكن ملهاش حل. ما هو لازم يعمل حساب الدولار انه هيغلى بالظبط. فمش هتحصل انفجار للفقاعه في مصر. انا ما اعتقدش ابدا ان الاسعار ممكن تنزل او تنهار زي ما الناس مستنيه. بس ممكن يبقى فيه تسهيلات اكتر. يعني انا شايف ان كل مره بيبقى فيه تسهيلات اكتر من المطورين. طبعا. ما هو لازم بقى ال7 سنين بقت 10 بقت 12 طبعا. بس سعر لا. انا من الناس اللي مش تعتقد تماما يعني عندي اعتقاد قوي جدا ان السوق العقاري في مصر هيفضل زي ما هو. السعر يمكن يزيد زياده بسيطه وده بيحصل، لكن ينزل لا، ما اعتقدش. اخر سؤال دايما انا بحب اساله لكل الناس اللي بتكون معانا هنا في مصمم ايه اللحظه اللي جات لك طول الطريق بتاعك في شغلك اللي انت حسيت ان كل اللي انت بتعمله ده ملوش اي لازمه، بس جيت في لحظه كنت مصمم ان انت لا انا هقف على رجلي تاني وهنجح، وبقيت مصمم على النجاح؟ جات لي في 2017. كان بقالي تقريبا 10 سنين في المجال. قعدت سنة كاملة مفيش ولا ديل ولا بعت بيعة واحدة خالص. وبعمل كل حاجة. بعمل كل اللي انا بعمله العادي، اللي عليك كله الواجب بتاعي بعمله. وانا دايما حتى في كورساتي وتدريب اقول للناس اعمل اللي عليك مالكش دعوه، افضل اعمل عليك لغايه ما هتقوم. ما كنتش فاهم ليه، ما فيش سبب، لا انا مقصر في حاجه والسوق شغال والدنيا ما زي الفل ومفيش مشاكل يعني. طب ايه، ما كنتش عارف ايه. فجات لي لحظات كنت بفكر اقول اسيب انا ما بحبش حاجه تانية اعملها. يعني ما عنديش حاجه تانية احب اعملها غير الشغلانه دي. انا بحب الشغلانه دي وبعشقها يعني. وبعدين زي ما قلت لك فضلت مصمم، قلت انا هفضل اعمل اللي عليا لغايه بس هي المهم بقى يعني اللي ساعدني ان انا ماديا كنت مقتدر. انت ممكن ما تبقاش قادر يعني، ممكن واحد يجيله الظرف ده صح، وهو مثلا كل اللي معاه في البنك 10-15 ألف ولا حاجه. صحيح. مش هيقدر، لازم هيشوف شغلانه تانية بقى ساعتها. صح. لكن انا اللي وقفني ان انا الحمد لله كنت مقتدر، فما همنيش. قعدت السنه دي وربنا بقى يعني اخر السنه دي عملت ديل تقريبا ضعفين، يعني العموله بتاعته ضعفين اللي بعمله عاده في السنه. سبحان الله. والله العظيم. ان مع العسر والله العظيم. يعني كل اللي بعمله في السنين اللي قبلها العادي سنويا بعمل مبلغ، عملت من عموله واحده في فيلا ما شاء الله. فيعني من الواحد ما تيأس. بس اصرارك طول السنه دي. لا وبعمل اللي عليا. وجالك اكيد لحظات اللي هو كفايه بقى. يعني كتير جدا. ايه ده ازاي؟ واكيد كان في حاجات بتيجي تقرب وفجاه تروح. طبعا. كتير جدا. طبعا. والناس بقى حواليا انا برضو
يعني الناس اللي في الشركه عندي برضو، ما انا معروف ان انا قديم وبتاع، طب ازاي ده الراجل ده بقى له الفتره دي كلها ما قفلش؟ صح. شكلك وحش يعني، فاهم؟ فبرضه كانت حاجات بتضايق طبعا، بتمر بدماغي كده شويه حاجات الواحد يعملها ولا يغير، بس بقول لك انا ما بحب الشغلانه ومصمم ان انا اكمل فيها، والحمد لله. ما دام انت بتحب الشغلانه هتحبك. لا بالظبط، الشغلانه دي فعلا ما تنفعش فيها غير كده، لكن تدخلها، ودي نصيحه برضو اللي عايزين يدخلوا الشغلانه، تدخلها عشان فلوس، والله ما هتشوفها، والله ما هتشوفها. وعلى عن تجربه بشوف الناس وعارف الناس اللي داخله في السوق. انا دايما بقول انجح، الفلوس هتجيلك. انما انت هتدخل تبص على فلوس، ولا هتعرف تنجح ولا هتعرف تعمل فلوس، وهتبقى عينك على طول على جيب العميل بس. صح. بس مصلحتك، انا عايز اخلص الديل وتوظف العميل. لا طبعا الشغلانه مش بتاعت كده خالص، انت بتاعت علاقات وتقعد تبني فيها سنين. صحيح. وتخش الشغلانه دي، انا هخش اشتغل عشان خلاص دي مستقبلي. صحيح. لكن انا هنا دلوقتي للاسف ده ما بيحصلش يعني. اللي بيجوا هنا في دبي بالذات وفي مصر برضو، كله داخل يشتغل وخلاص عشان عمولات عليت بتاعت المطورين، وكله عايز بقى يلحق العموله دي وخلاص، مش فارقه معاه يكمل ما يكملش يعني. عشان كده ما بينجحش يعني. احنا اتشرفنا بيك جدا حقيقي يعني، ومبسوطين ان انت كنت معانا النهارده. المخبر العقاري اشرف علام، نورتنا في بودكاست مصمم ومصمم. انا كنت عامل على فكره فيديو عن الهندسه الديكورات يعني، عندي برضه اتفرجت عليه على فكره، ده جميل جدا. طبعا انا برضه بحب الموضوع هو في كونكشن كبيره قوي ما بين الفيلد ده والفيلد ده. انا حتى كنت قايل في الفيديو بتاعي، اوعى تعمل بنفسك، الناس بتعمل بنفسها وبتتخيل انها هتوفر وبتاع، ودي فكره غلط تماما. انا باكد عليها. هو فعلا لازم الواحد يسيبها اللي بيفهم فيها، يسيب العيش لخبازه زي ما بيقولوا. صحيح. صحيح، دي حقيقه والله. اوكي، اتشرفنا بيك يا حبيبي، ونتمنى لك دايما التوفيق باذن الله. على خير دايما ان شاء الله، ان شاء الله في بودكاستات تاني ان شاء الله باذن الله. ودي كانت حلقه النهارده عن الريال استيت، ودخلنا في تفاصيل كتيره عن الماركت بتاع الريال استيت. كنت معاكم في مصمم ومصمم، انا احمد فكري.